هذه الهزة الأرضية التي عاشت على وقعها العديد من المدن المغربية، كما ذكرنا مدينة مراكش، مدينة أكادير، مدينة الدار البيضاء، وكذلك الرباط. وكان عمقها أو بؤرتها تتواجد في جماعة إغيل بإقليم الحوزة. المعهد الوطني للجيوفيزياء التابع للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني أكد أن هذه الهزة الأرضية بلغت قوتها 7 درجات على مقياس ريشتر، ووقعت عند حدود الساعة. المغرب بزلزال شديد في الساعات الأولى من صباح اليوم أدت إلى حالة من الخوف والفزع المدن، ووقعت على عمق حوالي 8 كيلومترات. نذكر المشاهدين بهذه الهزة الأرضية التي شعرت بها عدة مدن مغربية، حدتها اختلفت من مدينة إلى أخرى، وكذلك قدرت ب7 درجات. وقعت عند حدود الساعة 11، وكما تابعنا الصور من المدن المغربية التي عاشت على وقع هذه الهزة، وهذه الصور أعتقد من مدينة الدار البيضاء التي سارع المواطنون فيها إلى الخروج إلى الشارع خوفا من الهزات الارتدادية التي تأتي بعد هذه الهزة. مراكش بنحو 296 أكادير والدار البيضاء 3 مدن عاشت على وقع هذه الهزة الأرضية التي بلغت قوتها 7 درجات على سلم ريشتر. نتابع مدينة مراكش، المدينة التي تضررت كثيرا بفعل هذه الهزة، لا وجود إلى حدود الساعة لحصيلة رسمية للخسائر البشرية، لكن الخسائر المادية من المؤكد أنها ستكون ثقيلة. ونحن نتابع هذه الصور، العديد من المباني انهارت بشكل